يعني أيها المسؤول الحبيب اللي على كرسيك في قطاع حكومي ولا في قطاع خاص، يعني الإنسان اللي مرض هو شغال عندكم ومكافح وشخص مجتهد في العمل اللي يقوم فيه، يا أخي فجأة مرض. وهو الإنسان يتمنى المرض ولا الإنسان يحب إنه يكون مريض يعني؟ فجزاكم الله خير. انتم حسب القانون الان انه يعني خلال فتره معينه، ما اعرف بالاسابيع ولا بشهر، يعني تتحمل المؤسسه ماله، سواء قطاع حكومي ولا شركه خاصه، تتحمل راتبه كامل. وكل ما ظل يتعالج اكثر، يخصم منه، يخلوا فقط 75%، واذا استمر يخلوا 50%، واذا استمر يعني يخصمون الى 25%. وهو رجال لا ناقة له ولا جمل، مسكين. ربنا عرضه لهذا المرض كابتلاء، وما يكون هو قعيد على كرسي مسكين. يعني الإنسان ما يحب أنه يكون مريض ويتعالج ويكون في وضع سيء، يريد يروح إلى عمله ويكون نشيط، يكون بصحة وعافية. فما يصير يعني وضعه الصحي تعبان وإحنا أيضا نتعبه، أنه قصقص راتبك. يكون عليه عنده أسرة، يكون عنده التزامات، وهو يعاني من المرض ومن العلاج ومن الحالة اللي هو فيها. وفي جانب آخر الجانب المعنوي والمالي هذا بيشوفه من جانب آخر. كل شيء يقص عليه يعني. فأخي المسؤول، في بعض القوانين والله يعني أنا كإنسان عادي والله ما استصيغها، يعني أشوفها صعبة. فإنسان مريض وحتى على كرسيه شالينه أهله، وهو يفكر بهذا الشهر بيعطوني 25% من راتبي، وضعه صعب. فهلا يعني احنا ما تربينا والله في عمان نكون بهذه الطريقة. راعوا بعضنا البعض وراعوا اخواننا، واللي مصاب واللي مريض يعني كان الله في عونه. واحنا كمجتمع نكون في عونه، واحنا كاصحاب قرار نكون في عون المريض ايضا يعني. فرأفة بهؤلاء الناس يا اخواني، رأفة بهم.